السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام 1974 حصل أنه طبيب كويتي ابتعث لاستكمال دراسة الطب في بريطانيا، وراح بعدها كندا يكمل، وتمت أموره وخلص دراسته. إيش المتوقع بعدها يعمل؟ طبيعي يروح يفتح عيادة أو يشتغل في مستشفى مرموق في الكويت ويعيش مستوى معيشي راقي ويرتاح هو وأسرته. لكن إيش عمل هو؟ راح إلى أدغال أفريقيا واختار أن يقضي أكثر من 20 سنة من حياته في مساعدة الناس وتعليمهم هناك. خلال تلك الأعوام تعرض هذا الطبيب لعدة هجمات من حيوانات مفترسة، لدغ أكثر من مرة وأكثر من محاولة اغتيال، حتى أن بعض العاملين معه قتلوا أو اختطفوا لأجل الحصول على فدية. باختصار الموت كان بيلاحقه من كل مكان، وهو مش مضطر أنه يعيش في مكان زي هذا، ولكنه مصر على تحقيق رسالته التي آمن بها. والعجيب أنه ما كانش لوحده في هذه الرحلة، حتى أسرته الكويتية اللي كانت تقدر تجلس في الكويت وتترفه وتتنعم بدون وجع راس صاحبته في هذه الرحلة. كانت زوجته أحيانا تقضي معه أيام في مساجد طينية، وفي مرة جلسوا 5 أيام يأكلوا بس موز. كانوا مؤمنين بأن هذا العطاء هو سر سعادتهم، حتى أن زوجته في ليلة من الليالي بعدما نيموا الأيتام اللي بيرعوهم ويعلموهم القرآن في واحدة من القرى النائية، طالعت زوجته في السماء والتفتت إليه، وهو توقع أنها بتقول: إيش بلانا بهذه الحياة؟ متى بنرجع الكويت؟ يا ريت أني ما صدقت أوهامك ولا مشيت بعدك. فإذا بها تقول: يا عبد الرحمن، لو الله غفر لنا ودخلنا الجنة، هل بنحس بطعم السعادة مثل ما بنحس بها الآن؟ الآن سؤال، كيف هذه في قرية بدون خدمات تتكلم عن السعادة، وفي المقابل نجد أعداد مهولة لم تذق طعم السعادة حتى في أرقى المدن؟ هذه الحياة جعلت من وفاة الدكتور عبد الرحمن السميط تبكي أرامل وأيتام وقبائل في أفريقيا وعلى مد عرض العالم الإسلامي. أحسس أن كل العالم كان يعزي في هذه الوفاة، عزانا بحجم الناس اللي انتشر الخبر بينهم والتأثر، اللي صلوا عليه صلاة الغائب في عدة دول إسلامية، في عدة دول أفريقية. المراكز كلها ضجت بالدعاء بالترحم عليه، أيتام، أبناء، الموظفين، العاملين، المستفيدين بالملايين. إيش السر اللي خلى الدكتور عبد الرحمن السميط يقرر أنه ما يفتح له عيادة في الكويت ويعيش مريح راسه؟ إيش اللي خلاه يقرر أنه يعيش حياة مليئة بالصعوبات والتحديات ويتحمل التبعات وينفق كل أمواله لأجل كفالة أيتام أفريقيا ومساعدة الناس فيها وتعليمهم الإسلام وتنمية الخدمات عندهم؟ يقول لك الفيلسوف هايدغر الذي تتلمذ على يد شيخه الفيلسوف إدموند هوسرل في كتابه The Man and the Thinker: كافة تأملات الإنسان ومساعيه لن تكون قادرة على إحداث تغيير فوري في الوضع الراهن للعالم. فقط إله يمكن أن ينقذنا، فقط إله يمكن أن ينقذنا. هوبا، بدأنا يا أستاذ فداء. أي حاجة شيء تقول لنا أن إجابتها في الدين، يعني آخر شيء تريد أن تثبت لنا وجهة نظرك الدينية. اكتشفتك. طيب يا صاحبي، شكرا لك على هذا الاكتشاف. خلينا نوقف شوية فصل الاكتشافات في الدماغ ونتكلم عن هذه المشكلة قبل الخوض في بعض التفاصيل حول الدين وسؤال المعنى، السؤال اللي تكلمنا عليه في الفيديو السابق. خلوني أبوح لكم. شوفوا، أبوح هذه كلمة فيها حنية، مشتقة من حنان. أبوح حنان، كيف؟ ما عليكم، بس والله الموضوع مهم. وأنا أتابع بعض الحوارات أو المساحات، أشوف تعامل مستهتر مع الأجوبة التي تقدم حول بعض الأسئلة المركزية زي سؤال المعنى. شباب مدرك إدراك حقيقي أن حياته مقلوبة رأس على عقب، ولما تمر عليه بعض الإجابات حول بعض الأسئلة زي من فين جينا وليش جينا ولا فين رايحين، ما معنى هذه الحياة، ماذا بعد الموت وغيرها، يجلس يستهتر ويتحايل ويلتف وقصده أنه بيضحك على الذي أمامه. يا أخي، الناس فاهمين حركاتك. مش ذكاء أن الواحد يكابر على الخواء الذي يعيشه، بل الإنسان السوي هو الذي يعترف بنقائصه ويتحمل مسؤولية حياته. أو تلقى البعض مثلا يأخذ وضعية الدلوع البيكي صعب الإرضاء، وأخذ مقلب في نفسه أن الناس بتتسابق علشان تقدم له إجابات وهو جالس رجل على رجل يشيك العروض والتخفيضات، وأنه إذا حصل ونالت إعجابه إحدى الإجابات مبروك عليكم يا شباب، أقنعتوني شوية. غلط يا حبيبي تتعامل مع المسألة بهذا الشكل. هذا مصيرك أنت اللي لازم تبحث، أنت اللي لازم تلاحق، أنت الخاسر والرابح الوحيد، والخسارة هنا مش سهلة. هذا متعلق بمصير لا نهائي، حساب، عقاب، ثواب، جنة أو نار. وهذا الشخص المستهتر نفسه على فكرة لو مثلا سافر في يوم من الأيام ولقي شخص غريب في طريق السفر وسمعه بيقول: أنصحك ما تكمل في نفس الطريق هذه، لأن في قطاع طرق على بعد 10 كيلو احتمال ينهبوك ويسلبوك اللي معك. كيف بيتعامل مع المعلومة؟ بيتعامل مع المعلومة هذه بجدية تامة، ومستحيل يواصل الطريق، بالرغم من أنه سمعها من شخص واحد فقط ومش معروف، ولا المعلومة أكيدة، فقط لأنه في احتمالية أنه في خطر سيصيبه أو مكروه.
تعامل معها بجدية، فشوية جدية في الأمور الكبيرة بارك الله فيك المتعلقة بمصير لا نهائي. وعجبني الدكتور سامي عامري في كتابه براهين وجود الله أنه قبل ما يروح ويناقش قضايا متعلقة بالإلحاد ونظرية المعرفة وغيرها من الملفات ذكر هذا الالتقاط المهم استحضارها. قال: البحث في الأسئلة الكبرى، ولا شيء أكبر من الحقائق الوجودية الكبرى، يحتاج جهدا في تطلب الدليل، وتواضعا في طلب المعرفة، وصبرا في تعقب الحقائق. باختصار يا شباب، لازم توجد لهذه الحياة معنى، والحياة ذات المعنى لابد تتوفر فيها مجموعة أشياء رئيسية، لابد تكون لها غاية، مجموعة قيم تحدد لك الصح من الخطأ، تكون فيها متحرك وفعال، وفي نفس الوقت تكون مستشعر لقيمتك ووجودك. هذا الكلام ما بين يقول ليش؟ لأني فداء المسلم المتأثر بالقرآن. عندك بروفيسور علم النفس وأحد أبرز الباحثين في علم نفس الاجتماع روي باومايستر في عنده مقارنة بعنوان أيهما أفضل، حياة سعيدة أم حياة ذات معنى؟ يقول لك أنه في 4 خصائص تصف أي حياة ذات معنى. أولا، لها هدف وغاية تقود التصرفات، تمنحها وجهة، بوصلة تحدد مساراتك في الحياة بوضوح. ثانيا، تشتمل على قيم وأدوات تساعدنا نعرف الصح من الغلط. ثالثا، تمتاز الحياة ذات المعنى بكونها فاعلة، يكون الإنسان فيها ساع باذل، يساعد، يخدم، يترك أثر، مش خامل ومعزول عن البيئة اللي حوله. رابعا وأخيرا، أنه هذه الحياة في النهاية تخليك تنظر لنفسك نظرة إيجابية، أنك إنسان جيد وذو قيمة. هذه هي ال4 الخصائص. صحيح ممكن تلاقيها حاضرة بنسب متفاوتة في أكثر من دين أو رؤية كونية، غير أن زخمها كما يذكر صاحب الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة ليستر البريطانية عبد الله الشهري: يبلغ ذروته كما وكيفا في دين واحد فقط، الإسلام. خلونا نشوف إسقاط سريع ومختزل جدا لهذه الخصائص ال4 على الإسلام. بشأن النقطة الأولى، الهدف والغاية الموجهة للتصرفات، هناك غاية العبودية لله والفوز بمرضاته في اليوم الآخر، وبمجرد أن تتحول هذه الفكرة إلى شعور فإنها تصبح غاية جبارة لا تقود تصرفات الإنسان فحسب، وإنما كيان الإنسان برمته، لتمنحه وجهة شمولية متماسكة تقاوم الضياع والانهيار. وبخصوص النقطة الثانية اللي هي القيم اللازمة للحكم بالصح والخطأ، فإن الإسلام معروف بوضوح نظامه القيمي، حتى أن القرآن لا يوصف بالفرقان، الكتاب الذي يفرق بلا هوادة بين الحق والباطل. وحول الخاصية الثالثة اللي هي الفاعلية، يؤكد الإسلام تأكيدا مستمرا على المزاوجة بين العلم النافع والعمل الصالح. وفي سورة العصر نجد الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، ونجد التواصي بالحق مقرونا بالتواصي بالصبر. كما يؤكد الإسلام على أهمية النفع الذاتي، نفع المرء لنفسه، والنفع المتعدي، نفعه لغيره. وعندك مثال الصميت يتحدث في إحدى اللقاءات عن الدافع اللي خلاه يقطع آلاف الأميال ويواجه ما واجه. أولادي وبناتي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وأعظم وظيفة في الدنيا هي وظيفة الأنبياء. كل الناس معلقين برقبتنا، وعلينا أن نؤدي واجبنا نحو الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله. حديث واحد كان هو الدافع. كل هذه القيم تمد حياة الفرد بفاعلية يتعذر الوصول إلى مثلها تحت أي رؤية أخرى للعالم. وحين نأتي إلى الخاصية الرابعة، خاصية الأساس الذي يمكننا من تقدير ذواتنا واحترامها، نجد أساس الكرامة الذي منحه الإله للإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب كيف ممكن واحد يستزيد من الكرامة؟ ما هو السبيل؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يشير الدكتور سامي عامري إلى أنه لا يمكن إدراك معنى الحياة أو عبثيتها دون تناول سؤال وجود الله. طيب أثبتنا وجود الله، لابد أن نعرف إن كان هنالك حكمة لله في خلقنا. كيف بنعرف أنه في حكمة؟ لازم تكون في رسالة منه إلينا، وهذا يتضمن الحديث عن الدين عامة والإسلام خاصة. لا يمكن لأحد أن يبقى في فراغ مطلق دون هدف ودون أهمية ودون معنى ودون توجه. هكذا يجادل ويلفرد كانتول سميث المدير الأسبق لمركز جامعة هارفارد لدراسة الديانات في العالم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإيمان بالله يرد الإنسان إلى حال المعافاة الأولى، حال الوضع البكر للنفس، كما يقول سامي عامري: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هدف الإسلام كما أوجز المفكر تشيتك في كتابه The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World إعادة الناس إلى الله الذين جاءوا منه في أول الأمر، والذي سيرجع الجميع إليه على كل حال. وبالتالي فإن المسألة الأهم كما يقول ليست العودة في حد ذاتها، وإنما كيف نعود. فمن خلال القرآن والسنة يهدي الله الناس إليه بطريقة تضمن سعادتهم الباقية. وفي سورة النجم يقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. وأغلق بوابة هذه الحلقة بالآية التي جعلها الدكتور الأصولي الراحل فريد الأنصاري في مطلع المجلد الأول من كتابه مجالس القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.